السلام عليكم. هذه هي الطريق مريس دمت. الطريق العام مقطوع، وهذه هي الطريق الوعرة. ما هو ذنب المواطن أن يكدح في هذا الضواحي والشعاب والتعب. لماذا؟ كانت الطريق من أول ربع ساعة إلى 10 دقائق في الخط إلى دمت، أما الآن تتعب. إذا فيه مريض يتعب ويعاني، ربما يموت في هذا الطريق من التعب. أسافر بلا توديع وارجع بلا استقبال، ولا أحس بالفرقة لو أن البشر عكسي. ما أحب الفراق أصلا لأنه يغثي البال، ولا أحد يوادعني سوى صاحب التاكسي. أنا التاكسي يوصلك لا مطلع وبعدها رجل يا حبيبي رجل. تابعونا بنرويكم الطريق من هنا إلى دمت. ما هو ذنب المواطن حتى يجزع من هذا الطريق الوعرة والجبال؟ تخيلوا إذا كان فيه شخص عاجز أو شخص مريض أو كبير في السن، فما ذنبه أن يتعب ويمشي ويكدح في هذه الضواحي؟ ما ذنب المواطن؟ هذا صديقي وهذا الأخ المواطن من إبه. كيف ما هو رأيك حول الطريق هذا يا صديقي؟ ها؟ متأثرة على الأمراض وعلى الناس وعلى الجميع. يعني تعب. يعني يرجعونا لعام كم؟ عام 1950. أخص من عام 1950. صديق كيف طعم القاد؟ كويس. شوفوا كيف تمشيها. تخيلوا إذا في واحد عاجز بكم يمشيها، كان ينزل من هذا الزغيطيط وهكذا يرجع هكذا. بنرويكم معنا. هذه هي الدرج. نمشي رجل. تخيلوا يعني رجعونا لعام 1910، لا قبل 120 سنة ما كان هكذا تعب. تخيلوا إذا فيه مريض، معك مريض ولا واحد كبير بالسن، بالله عليك في هذا الطريق لا منزل. طريق منه ما يطلع لنا شر حميد. أي واحد الحمير يطلع ويتعب، هو حمار. الآن طالعين إلى دمت، بعدها نتجه إلى المناطق الشمالية من أجل اكتشاف المال للمواطنين إن شاء الله. شوفوا من نزلناها. ترى الناس من هناك نزل هكذا، وعاد لا زالت الطريقة مستمرة من هذا الضواحي. شوف العرق بعد ما كنا في الجنة. الآن وصلنا إلى السيدة. الآن هذه هي الطريق من المتر من الصلوادي إلى دمت. الآن وصلنا إلى قرية الحقب قريب دمت. الآن دخلنا الخط متجهين إلى دمت. الآن وصلنا إلى مدينة دمت.